السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا من جديد في تطبيق جديد على قناة المس سفيان بدردشة صوتية جديدة. سوف نتعرف عليها اليوم على قناة تلميذ سفيان كعادتي وكالمعتاد. دائما أنتم تعرفون قناة تلميذ سفيان دائما تبحث لكم على الجديد، لذلك أنصحكم بالاشتراك في القناة كي يصلكم جديد تطبيقات الدردشات الصوتية في العالم العربي. نعم، باشتراكك في القناة سوف يصلك دائما فيديوهات، شروحات، تطبيقات، ثغرات، الشحن، كل شيء يخص عالم الدردشة سوف يصلك أنت الأول. نعم، ستكون أنت الأول باشتراكك بالقناة، أنت الأول من سيحمل أول دردشة صوتية تنزل على متجر بلاي ستور. كي لا أطيل عليكم، دعونا ندخل مباشرة في صلب الموضوع. نذهب إلى متجر بلاي ستور، نقوم بفتح متجر بلاي ستور، ثم نكتب اسم التطبيق. اسمه يكتب كالتالي هكذا: هيو فويس شات، هكذا تكتب. وأنا دائما أضع لكم رابط التحميل أسفل الفيديو مباشرة. تضغط على الرابط أسفل هذا الفيديو فيأخذك مباشرة إلى صفحة التحميل، أو تكتب اسم التطبيق كما كتبته أنا الآن أمامكم هكذا. أضغط على بحث، أخذ لمحة بسيطة عن صور المطور على متجر بلاي ستور، فهذه هي صور صاحب التطبيق كما تلاحظون. بعد الصور تعطيني تعريف. لو ألاحظ هنا التطبيق لا يتعدى 1K، يعني 1000 تحميل، يعني التطبيق لا زال جديد. ثم أضغط على انستالي هكذا، أضغط على أوكي كي أوافق على التحميل من بيانات الهاتف، لأنني لا أستخدم الواي فاي، فأنا أستخدم بيانات 4G أو 4G. أنتظر حتى يتم التحميل على حسب سرعة الإنترنت عندك. ثم أقوم بفتح فتح التطبيق، وأنتظر حتى تظهر عندي صفحة تسجيل الدخول. هنا يقول لي هل تريد إعطاء الصلاحية لاستخدام السماعة. هنا يعطيني بعض التعليمات: سكيب، تخطي. هنا يعطيني التسجيل عن طريق حسابي جيميل. سأوافق في الأسفل على هذه الشروط، ثم أختار حساب من حساباتي الجيميل. وبعد اختيار حساب من حسابات الجيميل أقوم بالتسجيل أوتوماتيكيا. ينفتح عندي التطبيق. هذه تسجيل الدخول للمهام اليومية. تعمل تسجيل دخول فتحصل على 100 كوينز كل يوم، يعني اليوم الأول 100، اليوم الثاني 150، اليوم الثالث، وهكذا. أنا سأدخل على قائمة أنا. هنا يعطيك بعض التعليمات. أدخل على قائمة أنا، أبحث هل التطبيق يتوفر على اللغة العربية. لا لونغ، نعم. سيتينغ لا لونغ، نعم، هناك عربي. ثم أضغط على سيف، أنتظر. ربما التطبيق يأخذ لغة الهاتف، لم يتم تحويله إلى اللغة العربية. أنت جرب أن تقوم بتحويل هاتفك إلى اللغة العربية. سأضغط على كلمة القلم هنا كي أغير الصورة. أختار صورة من ملفات الهاتف. هذه صورة المس سفيان. أضغط على علامة صح هنا، ثم في الأسفل، ثم أضغط في الأعلى على علامة صح، فيتم تحميل الصورة كما تلاحظ. أغير النيك نيم أو الاسم هكذا. أقوم بحذف إسلام سنة، ثم أقوم بكتابة MR أو مستر سفيان هكذا، سفيان. ثم أضغط على سيف، فمبروك عليك. هنا الجنس، أختار الجنس هكذا، ثم سيف. هنا أختار الدولة، أبحث عن بلدي الحبيب المغرب. أنت أختار بلدك العزيز عليك، موروكو، ثم كونفيرمي. فهذه هي المهام. هنا تاريخ الميلاد، إذا تريد أن تختار أي تاريخ ميلاد عشوائي
وهنا إذا تريد أن تقوم بكتابة أي شيء، مثلا ويلكم، ويلكم مرحبا، هكذا كي لا أطيل الفيديو. فهذه هي تغيير الاسم، يعني كلنا نعرف هذه الأمور، فهي سهلة. فقط سوف ألاحظ هنا مهام تسجيل الدخول كما تشاهدون هنا. أضغط على استلام، يعطيني مهام تسجيل الدخول. وهنا الليفن، وهنا الستور أو المول أو الدخلات والإطارات كما تلاحظون. هذه بعد الدخلات، عفوا بعد الإطارات كما تلاحظون. يعني التطبيق يتوفر على إطارات جميلة لا بأس بها. وهنا مونت يعني الدخلات. هناك دخلات جميلة، يعني دخلة الطائرة أو الهليكوبتر، دخلة السيارة. وهنا خلفيات، يعني خلفيات جميلة لا بأس بها. سأقوم بالرجوع. سوف ألاحظ هنا أنه تم إضافة 100 كوينز لحسابي هنا. كما تشاهدون سعر الكوينز، ف2000 كوينز $، وهنا 25,000. نعم 25,000 يعني تقريبا $10، وأنا 60,000 $20 تقريبا. هناك شحن رخيص، نعم هناك شحن رخيص بالنسبة لهذا التطبيق. أول مرة ألاحظ هذه الملاحظة، يعني 60,000 كوينزة $20، وهنا مليون كوينزة بكم؟ مليون كوينزة $200. نعم مليون كوينزة $200، فهذا شحن رخيص. سأقوم بالرجوع. سوف أضغط على الغرف. فكما تلاحظون هذه الغرف الرئيسية للتطبيق. أنا سوف أنشئ غرفتي. ثم أضغط هنا كي أقوم بالدخول إلى غرفتي. أعطي الصلاحية للمايك allow. هنا يعطيني بعض التعليمات. كما تشاهدون هذه هي غرفتي، تم إنشاؤها في دقائق معدودة. هنا إذا أريد أن أقوم بأخذ المايك، هنا أقوم بإغلاق ميوت، إغلاق الصوت المايك، ونتعرف عن هناك هدايا. أين هي الهدايا هنا؟ نعم التطبيق يتوفر على هدايا جميلة ورائعة كما تلاحظون. أعلام الدول أيضا. وهنا تكون بعض الهدايا خاصة بالVIP والشخصيات الرائعة. هناك بعض الإعدادات، ألعاب النرد، رقم الحظ. وهنا إذا تريد أن تختار صورة من ملفات الهاتف. فهذه غرفة يعني إعداداتها بسيطة، كلنا نستطيع أن نعرف إعدادات الغرفة، فلا أحتاج كي أطيل عليكم الفيديو وأطيل عليكم الشرح. سأقوم بكلوز، الخروج من الغرفة. سوف أختار غرفة مثلا خدمة العملاء لأي تطبيق. كما سبق وأن أقول لكم دائما في شروحاتي، كل تطبيق يتوفر على خدمة عملاء. أي سؤال أو أي استفسار تدخل عندهم
يخص تطبيقهم تطرح عليهم السؤال يجيبونك بأي سؤال أو أي استفسار. أنا سأدخل إلى خدمة العملاء. هنا يعطيني بعض التعريفات شروحات. فكما تشاهدون هذه غرفة خدمة العملاء. سأقوم بالخروج لأنه لا يوجد أي شخص فيها. وهذه بعض الغرف كما تلاحظون. فدائما كان معكم المستر سفيان بتطبيق جديد. رابط التحميل دائما أسفل الفيديو. اضغط على رابط التحميل مباشرة يأخذك إلى صفحة التحميل على متجر بلاي ستور. قم بتحميل التطبيق وأعطينا تعليق رأيك في تعليق أسفل الفيديو. وأستودعكم سلام من الله عليكم.